اللبن يتبع صاحب اللبن. هل هذا الحكم يشمل البشر؟ يعني المرأة، البشر هم ما ينوكل لحمهم، يجوز واحد يأكل لحم الإنسان؟ ما يجوز. كثير من الناس يأكلون لحوم الآخرين، طبعا أكل معنوي، أكل معنوي يحكي عليه يستغيبه. القرآن يسميه أكل. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، مو حي ويأكله، ميت غايب قدامه ما يأكله، يحترمه يوقره. على كل، فلحم البشر من المحرمات. زين، لبن المرأة، حليب المرأة، يجوز واحد يشربه؟ فرضنا مثلا ابنها الحين صاير كبير مثلا، وقايلين واصفي له حليب مرة يشرب حليب يفيده مثلا، فلو أمه أو أي وحدة حلبت بقلاص مثلا وأعطته وشرب، يجوز هذا؟ أو باعتباره لبن ما لا يؤكل لحمه؟ كثير من العلماء قايلين يجوز، لأن الرواية التي تدل على حرمة لبن محرم الأكل منصرفة عن البشر. بعض الفقهاء هم يستشكل، ومنهم السيد السيستاني، يقول مشكل. فرض الزوج مثلا شرب من حليب زوجته، مشكل. لكن كثير من العلماء قايلين ما في إشكال.